يا أهلا وسهلا بيكم في رحلة جديدة مع الأبطال. الرحلة اللي بناخد فيها نفس عميق ونغوص جوه الأسئلة اللي ساعات بنعدي عليها في حياتنا من غير ما نقف نفكر. بس لما نقف ونفكر نكتشف إنها مش بس أسئلة عادية، دي بوابات لفهم أكبر للحياة ولأسرار جسمنا وروحنا. النهاردة موضوعنا مش بس عن المشي ولا عن الأرض ولا عن الطاقات، ده موضوع عن الرابط السري اللي بين الإنسان والكوكب اللي عايش عليه. الرابط اللي يمكن نكون نسيناه وسط الأسمنت والأسفلت والأحذية اللي فصلتنا عن الأرض من سنين. لو سألت أي حد إيه فايدة إنك تمشي حافي، هتسمع إجابات عادية: تحس بالراحة، تحس بالتراب، تفكرني وإحنا صغيرين. لكن قليل جدا اللي هيقولك دي طريقة جسمك يفرغ بيها الطاقات السلبية. هنا بقى القصة مش خيال ولا كلام صوفي بس، هنا في علم وفي تاريخ وفي أسرار. خلينا نبدأ من زمان قوي، من أول ما كان الإنسان بيمشي على الأرض من غير أي فاصل بينه وبينها. القدماء كانوا عارفين حاجة إحنا ناسيينها: قبائل في أفريقيا، شعوب في أستراليا، وحتى الفراعنة كلهم كان عندهم طقوس فيها المشي حافي جزء أساسي. ليه؟ كانوا بيؤمنوا إن الأرض مش مجرد حجر وتراب، لكن كائن حي ليه نبض وليه طاقة وليه تأثير مباشر على جسمك وروحك. العلوم الحديثة بتسمي الموضوع ده باسم التقريض، وهو ببساطة إن جسمك بيتصل مباشرة بالأرض من غير حائل. جسم الإنسان مع ضغوط الحياة والموجات الكهرومغناطيسية اللي حوالينا بيبدأ يتجمع فيها شحنات كهربائية صغيرة، زي ما بيحصل لأي جهاز إلكتروني. لما تمشي حافي، الأرض اللي تحتك بتشتغل كموصل طبيعي، بتسحب الشحنات الزايدة دي وتفرغها، زي ما لو كنت بتوصل سلك كهرباء بالأرض علشان الأمان. لكن الموضوع مش كهرباء وبس، احنا أجسامنا بتشتغل بكهرباء وكيمياء وطاقة في نفس الوقت. الجهاز العصبي بيشتغل بإشارات كهربائية، والمخ فيه موجات، والدم نفسه فيه أيونات. كل ده بيتأثر بالشحن الكهربائي الزايد. لما بتتفرغ الشحنات دي، مش بس بتحس بالراحة، ده كمان ضغط الدم ممكن يتحسن، نومك يبقى أعمق، وجهازك المناعي يشتغل بكفاءة أكتر. هنا بقى هسألك سؤال: عمرك جربت تمشي على الشاطئ حافي وتحس بعد شوية إن دماغك صافية وجسمك كأنه اتغسل من جواه؟ ده مش إحساس عابر، ده تأثير مباشر لاتصالك بطاقة الأرض ولذبذبتها اللي العلماء بيسموها ذبذبة شومان، الذبذبة الطبيعية للأرض، واللي جسمك بيتناغم معاها لما تكون على اتصال مباشر بيها. والملفت للنظر إن القبائل القديمة كانت بتربط المشي حافي بالشفاء الروحي، وده بيتطابق بشكل غريب مع أبحاث علمية حديثة بتقول إن التقريض بيقلل من الالتهابات وبيساعد على تنظيم الهرمونات وبيهدي ضربات القلب. حتى الأطباء في بعض الدول بقى عندهم بروتوكولات علاجية بيدخل فيها جلسات مشي حافي على العشب أو الرمل، خصوصا لمرضى القلق والاكتئاب. يبقى السؤال: لو الموضوع فيه كل الفوائد دي، ليه إحنا دلوقتي بعدنا عنه؟ الإجابة بسيطة: إحنا حطينا طبقة عازلة بيننا وبين الأرض، أحذية، أرضيات أسمنت، سجاد، سيارات. حتى وقت ما كنا في القرية أو على الشاطئ بقينا نصور اللحظة أكتر ما نعيشها. إحنا هنا مش بس عشان نعرف، لكن علشان نرجع نجرب. في باقي الرحلة دي هنتعمق أكتر في الجانب العلمي، وهنتكلم عن إيه اللي بيحصل لجسمك لحظة ما قدمك بتلمس الأرض، وإزاي الطاقة السلبية بتتسرب من جسمك وكأنك فتحت صنبور وبتفضي كل التوتر اللي جواك. أول ما جلدك بيلمس التربة أو العشب أو الرمل، بيحصل تبادل فوري للشحنات الكهربائية الدقيقة بينك وبين الأرض. إحنا كبشر غالبا بيكون عندنا شحنات موجبة زائدة، وده نتيجة الموجات الكهرومغناطيسية حوالينا من الهواتف، الواي فاي، الأجهزة، وحتى الإضاءة. الأرض في المقابل سطحها مشحون بشحنات سالبة متزنة، ولما يحصل اتصال مباشر، الطاقة الزائدة الموجبة في جسمك
بتبدأ تتنقل للأرض، وكأنك بتوصل بطارية مشحونة زيادة في سلك تفريغ. المدهش بقى إن الجلد في القدم مش بس مجرد طبقة حماية، ده مليان نهايات عصبية حساسة جدا ومتصلة مباشرة بالجهاز العصبي المركزي. الإشارات اللي بتوصل من القدمين وقت ملامسة الأرض مش بس بتدي إحساس بالملمس، لكن بتعمل إعادة ضبط لإيقاع المخ والجسم. بعض الباحثين بيشبهوا ده بإعادة ضبط الساعة البيولوجية، وكأن جسمك بيرجع يتزامن مع التوقيت الطبيعي للأرض، بعيد عن فوضى الساعات الرقمية وضغط الحياة. تجارب علمية في الجامعات أظهرت أن التقريض المنتظم حتى لو لمدة 30 دقيقة في اليوم بيؤدي لانخفاض ملحوظ في مستوى الكورتيزول، هرمون التوتر في الدم. وده مش بس بيخليك أهدى نفسيا، لكن كمان بيأثر على جودة النوم وبيخلي عملية الإصلاح الخلوي أسرع. في مرضى التهاب المفاصل مثلا بعد أسابيع من المشي الحافي المنتظم على العشب أبلغوا عن تحسن كبير في الألم والحركة. لكن الموضوع ليه بعد أعمق. القدمين فيهم نقاط ضغط بتسمي المسارات الطاقية في الطب الصيني التقليدي، وهي نفس النقاط اللي بيعتمد عليها العلاج بالضغط أو الإبر الصينية. لما تمشي حافي على سطح طبيعي بتحفز النقاط دي بشكل طبيعي من غير أي أدوات، وده بيعيد التوازن للطاقة الداخلية في جسمك. المثير أكتر إن في دراسات بتقول إن التقريض بيساعد على تقليل تأثير الإجهاد التأكسدي في الخلايا، وده السبب الرئيسي للشيخوخة والأمراض المزمنة. بمعنى آخر، أنت مش بس بتفرغ الطاقة السلبية، أنت كمان بتحمي جسمك على المدى البعيد. تخيل بقى كل ده بيحصل وأنت واقف ببساطة على التراب أو بتمشي على الشاطئ، ولا أجهزة ولا أدوية ولا عمليات معقدة، بس اتصال مباشر مع الأرض اللي إحنا منها. دلوقتي هنطلع من العلم ونروح لرحلة أعمق، رحلة الروح من آلاف السنين. قبل ما يكون في مختبرات وأجهزة تحاليل، الإنسان كان حاسس بفترة إن في رابط مقدس بينه وبين الأرض. القدم العارية كانت رمز للتواضع وللاعتراف إننا مش منفصلين عن التربة اللي إحنا خرجنا منها. في الحضارات القديمة زي الفراعنة، المشي الحافي في طقوس معينة كان بيعتبر نوع من التطهير الطاقي قبل دخول المعابد أو المشاركة في الاحتفالات المقدسة. كانوا مؤمنين إن التراب أو الرمال بتمتص الطاقة التقيلة اللي بتتجمع في الجسم بسبب الحسد أو الغضب أو الحزن. حتى في النصوص المقدسة لثقافات تانية في إشارات واضحة إن الشخص لما يقترب من مكان روحاني لازم يخلع نعله، وكأن الأرض نفسها بتطلب التواصل المباشر من غير أي حاجز. وفي الثقافات الهندية والصينية، فكرة التقريض الروحي كانت جزء أساسي من التأمل واليوجا. الراهب أو المتأمل بيجلس أو يمشي حافي في الطبيعة، لأنه بيشوف نفسه كجزء من شبكة حياة أكبر مش ككيان منفصل. وكانوا بيقولوا إن الطاقة السلبية بتتسرب للأرض، وفي المقابل الأرض بترجع لك طاقة هادئة ومتزنة، أشبه بتنفس مشترك بينك وبينها. حتى عند البدو الرحال في الصحاري كانوا بيعتبروا السير على الرمال الحارة مش بس تحدي جسدي، لكن كمان اختبار للروح، لأن الحرارة القوية كانت بالنسبة ليهم نار مطهرة تحرق الهموم قبل ما تدخل الخيمة أو مجلس القبيلة. الجميل بقى إن الرمزية دي مش مجرد خرافة، لما تبص عليها من منظور طاقي هتلاقي إنها انعكاس لفكرة علمية. كلنا مرتبطين بنفس الحقل الكهرومغناطيسي للأرض. لما تمشي حافي انت بتعيد الاتصال بالحقل ده، كأنك بتوصل كابل انقطع من زمان. المشي الحافي على الأرض مش بس عادة صحية ولا مجرد طريقة لتفريغ الشحنات، لكنه فعلا له جذور روحية عميقة. بيعيدك لحالة الأصل اللي كان عليها الإنسان قبل الحضارة والنعال والخرسانة. هو عبارة عن دعوة صامتة من الأرض: تعالى وارجع بيتك. بعد ما اتكلمنا عن الجانب العلمي والروحي، خلينا نروح دلوقتي للقصص الحقيقية اللي حصلت مع ناس جربوا المشي الحافي على الأرض بشكل منتظم.
وحكوا عن التغيرات اللي حصلت في حياتهم. في مثلا قصة شاب كان بيعاني من توتر مزمن وأرق مستمر. جرب كل الطرق عشان ينام بعمق، لكن مفيش نتيجة، لحد ما شاف مقطع فيديو عن المشي الحافي وفكرة التقريض. قرر يجرب لمدة أسبوع بس. المفاجأة إنه في تالت يوم بدأ ينام أسرع، وصحى وهو حاسس براحة غريبة، وكأن دماغه اتصفى من الضجيج اللي كان جواه. بعد فترة بقى المشي الحافي عادة يومية عنده. بقى يخرج بعد الشغل ويمشي نص ساعة في الجنينة أو على الشاطئ، وبيقول إن حياته اتغيرت بالكامل. وفي ست في منتصف العمر كانت دايما بتحس بالآلام في المفاصل وأسفل الظهر. الأطباء قالوا لها إن ده طبيعي مع السن، لكن هي قررت إنها تجرب حاجة مختلفة. بدأت تمشي حافية على العشب في الصبح بدري، وقت ما الندى لسه موجود. بعد شهرين الألم خف بشكل كبير، وبقت تتحرك بحرية أكتر. لما سألوها عن إحساسها، قالت جملة قصيرة لكنها كانت جملة قوية. قالت: الأرض شالت عني الحمل. كمان في ناس استخدموا المشي الحافي كوسيلة للتأمل ومراجعة النفس. في واحد كان بيحكي إنه كل مرة بيمشي حافي على التراب بيحس إنه بيرمي كل الأفكار السلبية مع كل خطوة، وكأنه بيتركها ورا ظهره. وده خلاه أكتر هدوءا وقدرة على التعامل مع ضغوط الحياة. الموضوع مش بس صحي أو روحي، ده كمان اجتماعي. لما الناس بدأت تشارك تجاربها على السوشيال ميديا، اتكونت مجتمعات صغيرة من محبي المشي الحافي. بقوا يتقابلوا في أماكن طبيعية ويمشوا مع بعض، وده خلق روابط إنسانية جديدة وشعور بالانتماء لطبيعة الحياة البسيطة. التجارب دي كلها بتأكد إن المشي الحافي على الأرض مش حاجة رمزية بس، لكنه فعل واقعي بيغير في كيمياء الجسم وحالة العقل والمشاعر. أفضل الأوقات للمشي الحافي وإزاي تتجنب الأضرار. دلوقتي بعد ما فهمنا العلم، الروح، والتجارب الواقعية، لازم ندخل في الجزء العملي. إزاي تمشي حافي بطريقة صحيحة وتستفيد بأقصى قدر من غير ما تعرض نفسك لأي مشاكل. أول حاجة، اختبار المكان. المشي الحافي مش لازم يكون في أي أرض وخلاص، لأن في أماكن ممكن تكون مليانة شوك أو زجاج أو مخلفات. أفضل الأماكن هي العشب الطبيعي، الرمل النظيف، أو الأرض الطينية الناعمة. دي أماكن بتسمح بملامسة قوية وآمنة بين جلد القدم وسطح الأرض، وبتسحب الطاقات السلبية بسهولة. تاني حاجة، الوقت. كتير من الدراسات والتجارب بتقول إن أفضل وقت للمشي الحافي هو الصبح بدري وقت شروق الشمس، لأن الأرض بيكون فيها شحنات متوازنة، والندى بيزود الإحساس بالانتعاش. في ناس كمان بتحب تمشي قبل الغروب وقت ما الجو بيكون هادي، وده بيضيف عنصر الاسترخاء النفسي مع التقريض. ثالث حاجة، المدة. مفيش قاعدة صارمة، لكن البداية تكون ب10 دقايق يوميا، وبعد كده تزودها تدريجي لحد ما توصل لنص ساعة أو أكتر. جسمك هيتعود، وإشارات الأعصاب هتبدأ تتفاعل بشكل طبيعي مع ملامسة الأرض. رابع حاجة، الوضعية. وانت ماشي حاول تبص لقدام وتحافظ على استقامة جسمك، وتوزع وزنك بالتساوي على القدمين. الحركة البطيئة بتساعدك تحس أكتر بملمس الأرض وتستوعب الإحساس اللي بيعدي من خلالك. خامس حاجة، الحذر. لو عندك أمراض جلدية أو جروح مفتوحة في القدم، لازم تستشير دكتور قبل ما تبدأ عشان تمنع العدوى أو تفاقم المشكلة. وكمان لو الأرض فيها مناطق خطرة، يفضل تبعد عنها أو تختار طريق آمن. سادس حاجة، الدمج مع تمرين التنفس. وانت ماشي جرب تاخد نفس عميق مع كل خطوتين، وزفير طويل، وانت بتتخيل ان كل الطاقات السلبية خارجة من جسمك وبتروح للأرض. ده بيضاعف التأثير الروحي ويخلي التجربة أعمق. الجميل إنك ممكن تدمج المشي الحافي مع حياتك اليومية بسهولة. مثلا تمشي في حديقة بيتك، أو على شاطئ قريب منك، أو حتى في فناء المنزل لو أرضيته طبيعية. وفي النهاية لازم نبدأ نسأل نفسنا:
لو الأرض فعلا عندها القدرة دي، هل إحنا بنستغلها صح؟ ولا إحنا بنحرم نفسنا منها بسبب أسلوب حياتنا العصري اللي كله أسفلت وموكيت وأحذية؟ سلام.